يسمحوني ذكرها. كما بالمناسبة ثاني راهم حاضرين اخوتنا معنا الاشراف اللي هم اولاد عثمان بن موسعي الكبير نتاعهم سي بن براح بن تريعه، اللي هو يعني اديب كاتب ومثقف وراه من النسب الكبار. وعلاه جانا؟ لانه كذلك يجد راه مدفون هنا السي عثمان بن موسعي، راه موجود في تراب وتشعير. حاجه ثانيه، هذه المقبره يسموها مقبره عبد الرحمن بن سالم، وهي فيها الجدود التاليه. عندنا هذا القبر الاول او الضريح الاول مدفون فيه عمر بن فرج، وفي الحجر نتاعو جدين طعبه وشتوح، يقول براهم تواب راهم موجودين في الحجر نتاعو. هذا القبه الثانيه فيها عامر تاع جد ولاد عامر تاع تامسه ونتاع سيدي عامر، وفيها معاهم كذلك عبد الرحمن سعد بن سالم. سعد بن سالم هذا جد السعادات، ولا بد نعرف واش معنى السعادات. هم اولاد طعب بن سالم وعبد الرحمن واسمه هو بلول بن سالم وعبد القادر بن سالم وولاد الرقاد الشرقه والغلابه واولاد عبيد الله وغيرهم اللي متواجدين في القلب الجزائري. وهذول راهم خاوتنا ومعروفين بسنا. احداهم في الثالثه فيها النخله بن سالم، يقال انها ام فرج، مسميها يحيى بن سالم جد ولاد يحيى بن سالم، ومساميه في الاخير كاين عبد الرحمن بن سالم. هؤلاء العظام اللي راهم رجال اجدادنا رحمهم الله. وفوق قبر ودورهم بين قبتين، بين القبه الظاهره القبليه كاين ربعه من ولاد سي محمد اللي رايح نزورهم ان شاء الله في الاجدار. كاين سي حمد جد ولاد سي حمد، وكاين عبد القادر، وكاين القويني، وكاين بو عبد الله. بو عبد الله هو جد نتاع دار الشيوخ، وعبد القادر جد تاع دحبح وحاسب بحبح وحاسب اسمه حاسب العسل. ولاد سي حمد تاع صعفران، اولاد بو عبد الله تاع دار الشيوخ. يعني ولاد قوين نتاع عين معبد، اللي منهم العقيد الكبير احمد بن شريف اللي هو جده شريف بن الاحرش اللي كان من العيان. نقول لكم حقيقه ثانيه، كان هؤلاء كلهم ينتمون سي مليك. سي مليك جدهم كان، لان يقال انهم عندهم فيها روايات 4 وفيها 5 منهم مليك. هؤلاء عبد الرحمن بن سالم وسعد بن سالم ويحيى بن سالم والنخل بن سالم كلهم ابناء مليك. ومليك موجود عنده كذلك شاره في ضواحي عين الملك، عنده ما يسمى بذراع سيدي مليك، وعنده شايفه كان يتعبد فيها. غير بعيد هذا الجبل اللي راهم قابلين جبل القراع اللي هو كان فيه نايل يتعبد، وفي اعلى القمه الشايفه نتاعو، والبير نتاعو مازال موجود، والمرح نتاعو موجود، وكل الاثار موجوده. حذاه بجنبه ثاني كان احمد فكرون اللي هو جد من جد ولاد عامر اللي كانوا يزوروه، ويقالوا ان هذا المراح اللي حط فيه نايل اللي هو كاع لما جانا. مساميهم كذلك عين الريش. عين الريش فيها قبور ثاني نتاع كثير من الاشراف نتاع مازوز تاع البوزيد نتاع اللي راهم معروفين في الهامل وفي القرب وفي الدوسن. ومعاهم كذلك البختي اللي هو جد من جد ولاد عامر، ومعهم عبد الله بن قاسم بن عبيد الله اللي هو فرع من فروع عبد الرحمن بن سالم. وكاين عطا الله ولاد عطا الله المبارك عطا الله نتاعو تقريبا راهم في عين الريش اللي عندهم الحويط، لان اولاد يحيى يشتروا بالحويط. وحذاهم كذلك زيان بن محمد اللي هو نتاع جد ولاد زيار مدفون حذا عين الريش من هنا، وظهرته معاه عماره جد نتاع ابو العظام. حذاه كذلك موجود ثاني قبر نتاع محمد الرابح جد ولاد الرابح فرع من ولاد زكري. ومعاهم كذلك احمد الرقاد يسموه احمد القليض، والاسم نتاعو احمد الرقاد جد من الجدود نتاع اولاد الرقاد تاع عبد الرحمن حسان. وعلاش اختاروا هذا المكان؟ لان واد شعير هذه يسموها كان في القتيل القديم يسموها عندها 4 اسماء، كانوا يسموها خنق الحطبه وسباق يجي قصار والبيت الحمراء تقل بزاف. هذا خنق الحطبه وسباق يجي قصار والبيت الحمراء تقل بزاف. عين الريش بوس عاد جار بجار ومجدد دور صحابه ديالو خنق الحطبه وسباق يجي قصار والبيت الحمراء تقل بزاف. هذه معناه كانوا الشعراء يقولوا بكي. عندنا مشيخ نتاع عندنا الحضاره كانت واشعير فيها حضاره رومانيه، وكذلك كانت المنطقه نتاع عرايس فيها ثاني شعارات نتاع الانسان الحجري القديم، كان صخور النحتيه. ورانا وجه كثير من الدكاتره الباحثين باش يبحثوا في هذا الموضوع، وراهم نالوا شهاده الدكتوراه بهذا البحوث هذه.
كذلك في العهد التركي هذه يسموها واد الشعير يسموها المشيخه نتاع ولاد نايل، كنا تابعين لها بما فيهم ولاد عزوز والراسي دكتورنا سويسي فهمت. يعني في العصر احنا كنا تابعين هذه واد الشعير يسموها مشيخه واد الشعير دائره مجانه اللي هي تاع اللي تسموها تاع مشيخه مغران والعماله قسنطينه. بعد جات فرنسا رجعت لقيطه فاهمين. ولاد نايل تاعنا الاحرار هذول راحوا في العصور الاخيره يعني لان الجلفه لان احنا المنطقه تاعنا كانت هو الشعير بالصليب حتى هذه المنطقه تاعنا. هذول ولادنا ولاد نايل هذول اجدادنا هذا تاريخنا وكانوا معنا الاشراف ولاد بني يمان ومعنا الوزير كلهم عاشوا معنا في امن وفي وئام واستقرار. وهذه احسن فتره عاشها ولاد نايل يعني عصر القوه عصر المكانه عصر الخير لان ولاد نايل هذول اهل شرف واهل خير واهل نيف واهل كسرى واهل بركه وراه من سيس الرسول صلى الله عليه وسلم ادارس الكبار. وعندنا كذلك راه الحمد لله اليوم رانا نفتخر ونعتز بهذه الوجوه لاول مره في تاريخ الجزائر المستقله نحصل على عدد وعلى حشد كبير من هذه الرجال. لان في هذه اللحظات دكاتره اساتذه كبار اعلاميين شخصيات كلها جاءت تشاطرون هذه الفرحه ونحن فرحين والحمد لله نحمد ربي على هذه الساعه الطيبه. واحنا كلنا من اجل الجزائر كلنا من اجل الجزائر لا هدف لنا الا ان تبقى الجزائر واقفه شامخه عبر الزمان كما ارادها اسلافنا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. يعطيك الصحه. شديد